بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم الفول النابت من أوله لآخره لغاية ما نسويه. الفول النابت كله فوائد غذائية بشكل كتيرة جدا 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 لا تعد ولا تحصى. بصوا، هنبدأ بالفلاية وهي ناشفة. ننقي الفلاية البيضة، ننقي الفلاية الكبيرة، الفلاية البلدي، ما نجيبش الفلاية اللي لونها غامق، وده قبل ما ننقعها. بعد كده هنجيب الفلاية وهنغسلها حلوة قوي وهنسيبها تبات 24 ساعة في النقعة، ما تباتش اقل من كده. بعد كده نبدأ ان احنا نجيب الفلاية نصفيها من المية اللي فيها حلوة قوي ونغسلها حلوة قوي. وبعد كده نجيب قماشة نضيفة وتكون مبلولة بالمية ونغطيها بيها. طيب قد ايه العملية دي؟ نعملها قد ايه؟ بصوا، دي الفلاية بعد النقع ودي الفلاية قبل النقع. بصوا كبرت ازاي وتضاعف حجمها. بعد كده زي ما احنا قلنا اهي القماشة المبلولة، وبعد ما غسلنا الفولة وحطيناها فيها ونحطها في مكان مظلم لمدة 12 ساعة. بعد ال 12 ساعة نطلعها ونغسلها ونغسل الفوطة ونعصرها حلوة قوي ونصفيها من المية دي بعد اول يوم من الانبات. بصوا بدأت الفلاية تزرع ازاي، هو ده اللي احنا عايزينه تنبت. برضو غسلنا الفوطة القماشة وحطيناها. هنكرر العملية دهيت مرتين في اليوم لمدة 3 ايام. يبقى هنكرر دي بعد تاني مرة، هنكررها مرتين في اليوم لمدة 3 ايام. بعد ال3 ايام ما نكترش عن ال3 ايام عشان الفلاية بتنبت وتطول، وعندي ما تطول هتلاقيها تبدأ تتكسر معاكي وتقلبيها. ما تقلبيهاش بايدك، تقلبيها كده عشان خاطر ما تتكسرش معاكي. وفي كل مرة تغسليها وتغسلي القماشة وترجعي تلفيها وتخليها في مكان مظلم. خلاص كده الفلاية بقت جاهزة على التسوية. طبعا الكمية كبيرة عندي، كنت عاملة نص كيلو، خدت ربعه عملته والربع التاني شلته، بتحافظي عليه في الفريزر وقت ما انت عايزة بتطلعيه. طيب هتعملي ايه؟ هتسلقيها بميه عاديه، بصلايه، ليمون عشان خاطر ما يسودش الشوربه، وتجيبي ورق لوري، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، حبهان، كل التوابل اللي انت عايزاها تحطيها فيها. واول الميه ما تغلي بتنزلي بالفلايه، تبدا الفلايه تغلي. عندك شوربه حطي شوربه، ما عندكيش حابه تحطي ماجي حطي. انا كان عندي شويه شوربه حطيتهم عليها بيدوا طعم جميل جدا. الفول بيبدا يستوي معاكي من ساعه الا ربع ساعة على نار منخفضة يستوي فيها الفول. طبعا عشان تغيري لون الشوربة بتحطي عصير طماطماية او طماطمتين خفاف كده، انا بشراها وحطاها. خلاص كده الشوربة غلت والفلاية استوت. بنختبرها. بصوا الفلاية طرية ازاي، طلع القلب بتاعها. هندوقها جميلة جدا 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 بشكل ما تتخيليهاش. ارجعي للفوائد القيمة الغذائية للفول النابت واتفرجي عليها، هتلاقيها قيمة لا تعد ولا تحصى، فوائد كتيرة جدا. خلاص كده نسكت كده؟ لا، هنعمل لها طش التومة. دي بقى التركة من عندنا، تعملي للفول النابت طش التومة وتحطي عليها الكزبرة وتقومي تحطيها على، تاخدي من شوربة الفول النابت وتطشيها بيها، وكلي بقى احلى شوية فول نابت. يا لهوي جميلة بشكل بجد، اللي ما جربهاش هيندم طول عمره. سهلة وخفيفة واقتصادية ولذيذة وغير وبصي، واكل في الشتاء مغذي بشكل غير عادي وسريع. انت ممكن تعمليها بشوية مية وماجي وتحطيها على بال ما روقتي، تيجي تحطيها على نار هادية، تيجي تلاقيها استوت، تعملي لها طشة وتقدميها مع عيش، تاكليها كده بالمعلقة. ملهاش حل ملهاش حل ملهاش حل. انا بناتي بيستنوها وقت ما اعملها، بتبقى بالنسبه لهم دي الاكله المميزه، مش الفراخ، لا دي الاكله المميزه بتاعتهم. خلاص كده عملنا لها الطشه وهنحطها على الشوربه، نديها غلوه بعديها ونغرفها نقدمها. مش عايزه اقول لكم. والاكله دي كلها كلفت كام؟ ما كلفتش النص كيلو ب15 جنيه، ما كلفش حاجه خالص. تخيلي. وكمان انا ما عملتش النص كيلو كله. يا ريت تعجبكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.